ازاي ناويا اينوي قدر يحافظ على القابه ومن غير القضيه؟ كان هدفه الدفاع عن اللقب وعن الاحزمه العالميه في وزن السوبر بانتام ويت. اتلعب في ناجويا في اليابان 14 سبتمبر 2025، وخصمه في الماتش ده كان مورجون احمدلييف. لو اتكلمنا عن ملخص الجولات، فالجولات الاولى اينوي بدأ بحذر، استعمل الجاب كتير، سيطر على المسافه وحاول يقرا تحركات احمدلييف في الماتش. احمدلييف ده اصلا بيحب لعب الكاونتر اتاك، ده تخصصه، وهو انه يضرب بعد ضرب الخصم اللي قدامه. علشان كده حاول انه يعمل الكلام ده مع ناويا اينوي، لكن ما كانش ثابت على الحلبه في ادائه. اينوي معلم برضه استخدم تنوع الضربات، الابر كاتس والشافل هوكس، ويطلع بعديها بالضربات المباشره في الراس، وده خلى احمدلييف ما يعرفش يركز على دفاع معين. مع تقدم الجولات اينوي بدأ يسيطر اكتر، خصوصا بعد نص الماتش. مسك ايقاع اللعب كويس واختار اللحظات المناسبه للدخول بالضربات المباشره بتاعته، وركز على نقطه مهمه، هو انه خلى احمدلييف يطلع ايديه علشان هو يكاونتر عليه، يعني من الاخر كده برجله. ده اللي خلاه يكسب الجولات بسهوله وسيطره. احمدلييف لما حس ان الماتش بيتسحب منه كده بدا يضغط في الجولات الاخيره، منها انه بيجمع بوينت، ويا سلام لو جت معاه بالقضيه. هجم هجمات قويه جدا على ناويا اينوي، وخصوصا في الجولات ال11 وال12، لكن اينوي كان حريص قوي انه ما يفتحش ثغره واحده تمكن منه احمدلييف. يعني من الاخر كده ما ادالوش اللي هو عايزه، حافظ على التوازن، رد بضربات كاونتر كتير، ادى خصمه فرصه انه يطلع اللي عنده، لكن ما ادالوش فرصه يوصل للي هو عايزه. ولو دخلنا دلوقتي على نقطه ليه ناويا كسب، رقم واحد بسبب الاستراتيجيه الذكيه اللي اشتغل بيها. ناوي لما دخل الماتش هو عارف ان خصمه قوي، فرض الجاب بتاعته واتحكم في المسافات وما تسرعش. تاني سبب لمكسبه هو تنوعه في الضربات بتاعته ما بين تحت وما بين فوق، وكمان ضاف عليهم استراتيجيه الخصم ولعب بيها اللي هو الكاونتر اتاك، اللي خلى احمدلييف ما يعرفش يركز على حاجه واحده. ثالث سبب هو سرعه الضربات وحركه الرجلين، ان ناويا اينوي اشتغل بضربات كويسه قوي مع تغيير الزوايا في جزء من الثانيه، وده اللي خلى الخصم بتاعه ما يحسش بالاستقرار عشان يعرف يضربه ضرباته القويه. حاجه كمان مهمه قوي في الماتش ده هو فكره التحمل النفسي والجسدي. رغم ان الماتش طول مع ناويا اينوي ووصل للجوله ال12، الا ان ناويا اينوي ما وقعش في الفتنس، حافظ على طاقته طول الماتش، وكان ذكي لدرجه انه ما يدخلش في اشتباكات خطيره مع احمدلييف اللي هو اصلا عاوز كده، لان القوه معاه، ما كانش عاوز انه يفقد طاقته. حتى لما احمدلييف حاول يضغط في الجولات الاخيره، ناويا اينوي ما سمحلوش ان هو يحتك بيه ويضيع الطاقه بتاعته، وده لان الالتحام الكتير خلال الماتش بيستنزف اللاعب. ده من وجهه نظري كان تحدي لناويا اينوي، لان معظم ماتشاته كان بيكسبها بالقضيه، فمعنى ان هو يوصل للجوله ال12 ويلعب بالاداء ده، فالبطل ده جاهز وعارف هو بيشتغل ازاي، ومحضر نفسه ان لو الماتش طول معاه هو عارف هيتعامل ازاي. كده بتنتهي المباراه وناويا اينوي بيحتفظ بكل الاحزمه بتاعته، تسجيله بيبقى 31 فوز بدون اي هزيمه مع 27 كي او. رغم ان الماتش ده من الماتشات النادره اللي ناويا اينوي بيكسب فيها بالتحكيم لانه متعود على القضيات، لكن المباراه دي وضحت جدا لكل الناس